في ناس بتقول ان الارض مسطحه وناس تانية بتقول ان الارض كرويه والزرط كتير وكلام متلخبط. خلينا نمشي واحده واحده ونشوف الحقيقه فين. اول حاجه، ازاي الارض مسطحه وفي مضيق بين روسيا وامريكا؟ ثانيه واحده اروح اجيب خريطه واجي. خلينا نشوف هنا، دي اللي لقيتها والله، دي روسيا ودي امريكا. هتلاقي ان روسيا بعيده جدا عن امريكا. لو الارض مسطحه ازاي بينهم مضيق؟ هيبقى في مضيق في حاله واحده. لو الارض كرويه حتى بص اهو كده هتلاقي في مضيق، حتى هتلاقي ولايه الاسكا جنب روسيا بالظبط. المهم، سؤال هنا للي فاكر ان الارض مسطحه، سيبك من الموضوع ده، نخش في موضوع تاني. طب لو الارض مسطحه ليه مفيش ناس وقعت من الاطراف؟ يجي واحد شايل دماغه وحاطط بدالها بطاطسايه يقول لك اصل الجدار الجليدي لافف حوالين الاطراف كلها، اللي هو انتاركتيكا يعني. ازاي سنه 1950 امريكا ساعدت كوريا الجنوبيه اثناء الحرب الكوريه؟ بعتت دبابات ومدافع عن طريق امريكا الى المحيط الهادي الى كوريا الجنوبيه. لو الارض مسطحه زي ما انت ما بتقول، المعدات كانت هتعدي من امريكا لاوروبا لافريقيا لاسيا عشان توصل لكوريا الجنوبيه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ خد دليل بسيط تاني، لو الارض مسطحه كنت شفت الاهرامات من الصين. تقول لي ازاي؟ اصل في بيوت وفي حاجات مش هعرف اشوفها. اقول لك تتسلق جبل ايفرست اللي هو اطول جبل في العالم، طوله حوالي 8848 متر. لو الارض مسطحه وطلعته هتشوف الاهرامات وكمان هتشوف تمثال الحريه في امريكا، ده لو الارض مسطحه. لكن لو الارض كرويه استحاله تشوفهم حتى لو طلعت جبل ايفرست. معلومه تاني، لو الارض فعلا مسطحه تيجي مثلا تقول له الشمس بتطلع ازاي؟ يقول لك ان الشمس ماشيه فوقنا في دايره صغيره، ده اللي بيعمل ليل ونهار. يلا بس نشغل عقلنا شويه، وفعلا الشمس فوقنا وفي دايره صغيره زي ما انت ما بتقول، المفروض نشوفها طول الوقت. لكن اللي بيحصل ان الشمس بتغرب بالكامل وتختفي تماما. المهم يا جماعه ان الارض استحاله تكون مسطحه، الارض كرويه 100%. سيبك بقى من صاحبك حموكشه اللي قاعد معاك طول الليل على القهوه عمال يقنع فيك ان الارض مسطحه. ايه يا اسطى؟ مش صينيه بسبوسه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى الأرض مسطحة فيها اللي هي لعبة ماينكرافت. بس خليك فهمان، اعمل لايك واشتراك. سلام.